صباح الفل يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشني كتير جدا. النهارده ان شاء الله هنبتدي سلسله تتعلم. نعمل ايه في السلسله دي؟ هنتعلم اللغه الايطاليه ببساطه وبسهوله. انت بقى عايز تتعلم اللغه الايطاليه بكل بساطه وسهوله، تشترك في القناه، تدي اللايك الحلو بتاعك، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. عشان ما اطولش عليكم يلا بينا. طبعا يا حبيب قلبي كلنا عايشين في بيوت، فتعالى نتعرف مع بعض على مكونات البيت باللغه الايطاليه. واول فيديو هنتكلم فيه عن ايه؟ هنتكلم فيه عن حجره النوم او اوضه النوم. تعالى بقى نتعرف على اوضه النوم وكل مكوناتها باللغه الايطاليه. طبعا يا حبيب قلبي كل حاجه هنقولها النهارده هتسمعها مننا بالنطق الصحيح عشان تعرف هي بتتنطق ازاي، وهنسيبها لك فوق هنا عشان تبقى عارف بتتكتب ازاي. اول حاجه يا حبيب قلبي وهي اوضه النوم. يعني ايه اوضه النوم؟ طبعا دي صورتها. اوضه نوم يعني كاميرا دا ليتو. كاميرا دا ليتو. طب والسرير يا حبيب قلبي اللي بتنام عليه نينا ده وبتنسى في الدنيا كلها اسمه ايه باللغه الايطاليه؟ ليتو. يبقى كاميرا دا ليتو جاي منها ليتو يعني سرير. طبعا صورتها. طب والدولاب بقى يا حبيب قلبي اللي انت بترص فيه هدومك اسمه ايه؟ دولاب يعني ارماديو. ودي طبعا صورتها. طب والبطانيه بقى يا سيدي اللي بتدفيك من برد الشتاء. يعني ايه بطانيه؟ بطانيه يعني كوبيرتا. كوبيرتا طبعا صورتها. بقى يا حبيب قلبي في بعض البيوت بقى عندها دولاب صغير كده او ارفف بسيطه بيحطوا فيها الجزم بتاعتهم او الاحذيه بتاعتهم. يعني باللغه العربيه اسمها خزانه الاحذيه، اللي انت بتحط فيها الاحذيه بتاعتك او الجزم بتاعتك. دي اسمها ايه باللغه الايطاليه؟ اسمها سكاربييرا. وطبعا دي صورتها. طيب بقى حبيب قلبي يعني ايه كلمة مخدة؟ المخدة اللي انت بتنام عليها ننة وبتحط راسك تنسى فيها الدنيا دي. مخدة يعني كوشينو. كوشينو. وطبعا دي صورتها. وبكده حبيب قلبي نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، واتمنى ان انت تكون استفدت. وطبعا لازم تنتظرنا لان السلسله بتاعت اتعلم لسه ما خلصتش، ودي بس مجرد البدايه. كل اللي انا بطلبه منك انك تشار الفيديو ده في كل مكان عشان غيرك يستفيد ويتعلم اللغه الايطاليه زيك بالظبط. وطبعا لو انت لسه ما اشتركتش في القناه تنزل تشترك، اللايك الحلو بتاعك اوعى تنساه، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو مهم جديد احنا بننزله. سلام.